تعالوا النهارده اقول لكم على خلطتي الجباره للقرنبيط، من غير بيض ومن غير ما هيشرب معاكي نقطه زيت، وهيطلع مقرمش قرمشه من بره وطري ولونه تحفه من جوه. سوبر قرمشه، ولا الفراخ الكريسبي. يلا نبدا، بس قبل ما نبدا ما تنسوش تحطوا لايك، وتعالوا نصلي على النبي في الكومنتات نكسب اجر انا وانتم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ويلا نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه هنعملها هنوضب القرنبيط. طبعا حجم القرنبيط على حسب الرغبة، بس لو متوسطة او فوق متوسطة بتكون مسكرة كده اكتر، لكن لو كبيرة السكان بتاعتها بتكون ناشفة شوية. ولكن لو جبتوها كبيرة شوية مفيش مشكلة، اهم حاجة تبقى طازة وبيضة كده، البياض بتاعها ناصع كده وشهي، وكمان ما تكونش ناشفة وما يكونش فيها فراغات كتير. انا استخدمت قرنبيطة حجمها متوسط، شلت الجزء اللي فوق وبعدين بدأت اقطع زهرات القرنبيط لحجم كده متوسط، ما تقطعوهاش صغير في الاول حتى لو انتي بتحبي زهرة القرنبيط بتاعتك تكون صغيرة. بعد السلق نقدر نتحكم ونقطع زهرة القرنبيط زي ما احنا عايزين، لكن دلوقتي وهي ناشفة وقطعتيها صغير الزهرة هتتكسر منك، وكمان مش هتستحمل السلق وهتتهري على طول. انا قطعت زهرة القرنبيط زي ما انتوا شايفين كده لحجم المتوسط، بعد السلق اقدر اقطعها اصغر من كده كمان لو حابة. تعالوا بقى ندخل على المرحلة التانية وهي سلق القرنبيط، ومفيش اسهل من سلق القرنبيط. حلة على النار فيها مية هتغلي معانا كويس جدا. بعد كده بتبلها توابل بسيطة، ملح وكمون وكركم. الكمون طبعا عشان يقلل الانتفاخات وما يتعبش المعدة، وكمان الكركم عشان يدي لون كده جميل لزهرة القرنبيط. عايزة تستغني عنه مفيش مشكلة. هننزل بزهرات القرنبيط بتاعتنا، ومدة السلق من 4 ل5 دقايق مش اكتر. يعني احنا عايزين نطلعه مش مستوي قوي ولا مهري قوي، احنا بنسويه 3/4 سوا، وباقي التسوية بتكمل مع مرحلة القلي القرنبيط. فانتي ما تطوليش عليه اكتر من 4 او 5 دقايق، وبنخلي الساق من تحت لان هو بياخد سوا اكتر والزهرة بتكون من فوق. هطلعه على مصفى وهسيبه يهدى خالص. لو حسيتي ان هو بدأ يتهري معاكي في السلق او استوى شوية، حطيه بسرعة في مية ساقعة علشان يوقف عملية التسوية وما يتهريش معاكي، وتقدري تقليه ويبقى معاكي كريسبي. تعالوا نبدأ بقى في تجهيز خلطة القرنبيط، خلطة القرمشة. معايا 3 كوبايات من الدقيق، دقيق أبيض عادي متعدد الاستخدامات، عليهم معلقتين كبار من النشا، معلقتين هرميين كده، ومعلقة ونص من الملح، معلقة صغيرة ونص من الملح، وكمان نص معلقة من الكمون، وكمان نص معلقة من الكركم عشان بيدي لون حلو كده للخلطة، ونص معلقة من ال7 بهارات، او ممكن تضيفي بهارات فراخ، ونص معلقة من البابريكا، ونص معلقة من الشطة لو انت عايزاه سبايسي، وكمان نص معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. ده اللي بيخلي القرنبيط هش ومش مكتوم. ما نحاولش نزود لا في النشا ولا في البيكنج باودر، النسبة اللي احنا حاطينها دي معقولة جدا على ال3 كوبايات. هقلب الخليط بقى بتاعنا كويس جدا علشان التوابل كده كلها تمتزج مع بعض، واتأكد كده ان الخلطة بتاعتي تمام. هجيب بقى بولة فاضية وهنزل بنص كمية الخلطة اللي احنا عاملينها مع بعض، وهسيب واحد على جنب كده، والتاني هقول لكم هنعمل فيه ايه. هننزل بمعلقة صغيرة من الثوم المهروس، وكمان طبقة كده من الخضرة زي ما تحبي، كزبرة، كزبرة على شبت، بقدونس، الخضرة دي زي ما انت تحبيها. بقطعها صغير جدا من غير العيدان، وبعد كده بنزل بمية عادية جدا، وبقلب الخليط بتاعنا كويس جدا. انا عايزة الخليط بتاعي يبقى قوامه متوسط. لو في المرحلة دي حابة تضيفي بيضة او بيضتين ضيفي، مفيش اي مشكلة، هتعلي معاكي القيمة الغذائية، لكن احنا هنعمله من غير بيض وهيطلع زي الفل. بعد كده هنزل قطعة القرنبيط بتاعتنا في الخليط اللي احنا عملناه،
شايفين قطعة القرنبيط طالعة محملة معايا كده من الخلطة، عشان هي قوامها متوسط زي ما قلت لكم، لا هي سميكة قوي ولا هي سايلة قوي. قطعة القرنبيط طالعة معايا كده محملة حلو من الخلطة بتاعتنا. بعد كده بحطها في البولة اللي سبناها على جنب، وبعملها كده بقى زي ما انتوا شايفين، بغلفها كويس قوي بالخلطة الناشفة اللي احنا عاملينها. بعد كده بنزل بيها المفروض في المرحلة دي على الزيت السخن على طول، لكن انا حطيتها في طبق كده بس عشان تشوفوا معايا المرحلة دي احنا بنعملها ازاي. لكن ما ينفعش تحطيها في الخلطة وبعد كده في الخلطة الناشفة وتسيبيها على جنب، لا ما ينفعش، هتلاقيها طريت معاكي. احنا هنحطها في الخلطة السايلة، بعد كده في الخلطة الناشفة، بعد كده على الزيت على طول. الزيت معايا لازم يكون سخن جدا، وحاولي تعملي في طاسة او وok يكون صغير علشان خاطر ما ياخدش كمية زيت كبيرة. بعد كده على نار عالية اول ما بنزل القرنبيط، بعد كده اول ما بياخد طبقة كده او لون خفيف من تحت، بخلي النار وسط بس مش واطية، وسط مش عالية قوي ولا هي واطية قوي، وسط. وببدأ بقى اقلب القرنبيط بتاعنا كده على الوشين لحد ما انتوا شايفين كده اللون في منتهى الجمال. القرمشة مش عايزة اقول لكم هو قد ايه كريسبي، ناشف كده معايا، يعني الشكل بيتكلم عن نفسه في منتهى الجمال. خطير يا جماعة، خطير بجد. يعني لما تيجي تاكليه كده مش هتحسي انتي بتاكلي قرنبيط قد ما تحسي ان انتي بتاكلي فراخ كريسبي كده، طعمها في منتهى الجمال، خطيرة خطيرة. شايفين اللون، شايفين الجمال والحلاوة. طبعا احنا لما هنيجي بقى نطلعه بلاش نطلعه على مناديل، طلعيه على اي مصفى كده لحد ما يبرد، لكن المناديل هتخليه يطرى. زي ما انتوا شايفين بقى الجمال والحلاوة. مش عايزة اقول لكم مفيش اسهل ولا ابسط من كده. ما عملناهوش ببيض خالص، مش شارب معايا زي ما انتوا شايفين زيت خالص. القرمشة والجمال حتى والله ما كان محتاج ان يتزين ببقدونس، حتى هو لوحة فنية لوحده. كمان الفلفل الحار نزلته في الخلطة بتاعة القرنبيط وقليته، بيبقى طعمه خطير جدا. شايفين بقى السوبر قرمشة طري من جوه، عاملينه بخلطة وتوابل مودية طعمه في حتة تانية خالص. جربوه بقى بالطريقة دي وبالخلطة دي، انا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا، هتعتمدوا الطريقة دي من جمالها، وكمان هيفضل معاكي بنفس القرمشة دي لتاني يوم. وهاتيلي كده بقى نص رغيف عيش كده، ونحط بقى القرنبيط فيه مع سلطة طحينة، وكلي احلى قرنبيط مقلي مقرمش مش شارب زيت خالص. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش بقى تحطوا لايك. وشكرا جدا بجد من قلبي للناس الحلوة على الكومنتات الحلوة اللي بتجيلي وبتشجعني. بحبكم قوي قوي في الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وبألف هنا. واستنوني في وصفة جديدة من وصفات مطبخ بيبو.